السلام عليكم. واش الأشعة الطبية السينية خطر أولا أشعة إكس اللي رايون إكس واش خطر؟ أول حاجة علاش كنديروها باش نكشفوا على الداخل ديال المريض بدون عملية جراحية وبسرعة. واش خطر؟ لا، إلا كانت بطلب من طبيب، إلا كانت تحت إشراف متخصصين وبطريقة صحيحة، إلا كانت الجرعة ديال الأشعة مدروسة. اليوم مع التطور التكنولوجي الأشعة ناقصة مقارنة مع هذه شحال. آه، إلا كانت من أجل تشخيص مرض طلب من طبيب بطبيعة الحال، باش نشوفو كسر العظام، مشاكل الأسنان، مشاكل وأمراض الرئة، وكاينين أمثلة أخرى. الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. إذا كترنا من الأشعة بدون سبب، يقدر يكون عندنا واحد الخطر. آه، منديروش الأشعة بدون سبب، ضروري خصنا نديروها بطلب من الطبيب أولا شي ضرورة. آه، هي خطر، تقدر تكون خطر للحوامل. إلا ما كانش ضرورة قصوى الحوامل ما كندير لهمش الراديو، والأطفال كذلك. وإلا في حالة دار المرأة الحامل والأطفال كتكون بالحماية. باختصار، واش خطر؟ الخطر ماشي في الأشعة، وإنما في الإكثار منها أو الاستعمال غير الصحيح. وشكرا، خليونا ملاحظات ديالكم والتعاليق ديالكم. شكرا.